إذن مستمعينا ومتابعينا عبر صفحة الفيسبوك بوير عربي مكملين بفقرات عطر الصباح. وصلنا للفقرة الحوارية اللي رح نحكي فيها عن ظاهرة التنمر، ما هي أشكاله وما هي أنواعه. للحديث أكثر معنا الأستاذ محمد علي عثمان، أخصائي نفسي ومدير مركز سمارت للصحة النفسية عبر الهاتف. ألو، صباح الخير مجددا. يعطيكم العافية ونعتذر لأنه كانت شبكة ضعيفة. ما في مشكلة. هلا مثل ما حكيت، ما بعرف سمعتوا ولا لا، انه التنمر ما هو ظاهرة جديدة، انه هي موجودة من الأزل، بس ممكن وسائل التواصل الاجتماعي خلت انه يعني الناس تسمع فيها او يتم استخدامها بشكل اكثر يعني. فالتنمر فينا نقول انه هي شكل من اشكال العنف، الإيذاء، الإساءة اللي بتكون موجهة من فرد او من مجموعة افراد الى فرد او مجموعة افراد، حيث يكون الشخص المهاجم اقوى من يعني فينا نقول المعتدي اقوى من الضحية بشكل عام. لو هذا الموضوع يتكرر باشكال مختلفة وبيكون الهدف منه هو تقليل من شأن وحط من قيمة الضحية. إذن لو تحدثنا عن أشكال التنمر وما هي أسوأها تأثيرا؟ هلا أشكال التنمر عندنا 3 أشكال رئيسية، اللي هي اللفظي من خلال استخدام المفردات اللي فيها إغاظة واستفزاز وسخرية، وتعليقات اللي بتنم عن يعني تعليقات غير لائقة، مسيئة، يعني فيها تهديد مثلا بشكل مباشر أو غير مباشر. ممكن يكون الشكل الثاني هو التنمر الجسدي أو اللي بيتم فيه استخدام العنف، الضرب، يعني إيذاء الشخص جسديا. الشكل الثالث هو العاطفي المعنوي، اللي بيكون من خلال تعريض الشخص إلى مواقف مهينة محرجة، بس الشائعات حوله. فهي الأشكال 3 بالنسبة للتنمر. طبعا ما نقدر نقول أي وحدة أخطر من الثانية، لأنه أي شخص يعني ممكن اللفظي بيؤدي إلى أن طفل صغير يسيء، يعني حط من مفهومه لصورته عن ذاته، أو حتى يوصل لمحطة الانتحار. نعم. وممكن الجسدي كمان يكون سيء لدرجة أنه يعني شخص يحط ضريبة جسدية، يعني يتعرض لإعاقة أو ضرب مبرح. كمان العاطفي نفس الشيء مثل اللفظي، كمان ممكن يكون مؤثر. فهي كضريبة أو كأذى، يعني 3 بيتساووا. بقى هون بيضل حسب درجة وتكرار هذا النوع من التنمر. تحدثنا عن أشكال التنمر، ما هي أنواع التنمر؟ هلا أنواع التنمر، في عنا تنمر بالمدرسة، في تنمر ضمن الأسرة، في تنمر بالعمل، التنمر الإلكتروني الحديث اللي صاير يعني مؤخرا صار عم بيطلع. في عنا التنمر السياسي وإعلامي. فهي كلها أنواع من التنمر، وكلها يعني يمكن أن يكون التنمر مباشرا أو غير مباشر. حبذا لو تحدثنا عن كليهما. ما بعرف إذا في وقت أنه نوقف على هاي الأنواع اللي حكيناها. ما في مشكلة، تفضل. لأنه طبعا موضوع التنمر في المدرسة ممكن هي أسوأ أنواع التنمر، لأنه بهالعمر الطفل بيكون صغير، فبالتالي التنمر اللي بيحصل بالمدرسة من الزملاء أو من المعلمين. حتى أحيانا في معلمين عم يتنمروا على الأطفال، يعني بيقولوا بمصطلحات ممكن بيضل عندهم عقدة طول العمر. ممكن يقول لطفل صغير قطور الشو، يعني هاي يمكن على سبيل المزح معلم يحكيها، بس الزملاء والطلاب ياخذوا الكلمة ويبلشوا. أستاذ محمد، رح نحكي بخصوص التنمر المدرسي بشكل أوسع لاحقا، اللي نتحدث عن التنمر الأسروي العملي التي تحدثت عنه. بالنسبة للتنمر داخل الأسرة، ممكن التنمر يكون من أب للابن، ممكن يكون من أب للأم، ممكن الأم للأب، ممكن يكون بين الأخوة نفسهم. نعم. فهي بتلعب دور الأسرة ومدى وعيها ومدى يعني احترامها لكينونة شخصياتهم، يعني درجة الاحترام الموجودة بيناتهم. يعني لما بيكون في احترام متبادل بين داخل الأسرة، فما حدا بيتنمر على الثاني بيلفظه بألفاظ مهينة معيبة بيكسر شخصيته. طبعا هاي النوع ممكن يكون يوازي للتنمر في المدرسة من حيث الخطورة، لأنه الطفل بالبيت بيتشكل شخصيته. فالطفل إذا بالبيت بيتعرض لتنمر بشكل شبه يومي. نعم. فهون يعني ممكن يعني
بتشكل عنده صورة ذات كثير يعني ممكن أنه يأثر ضعيفة. عليه وينعكس على إيه، المجتمع سلبيا. أكيد. تماما. وكمان في تنمر بالعمل، مهم. التمييز بين الأشخاص بيؤدي إلى أحيانا انعزال الفرد أو انسحابه من العمل. هالشي بينعكس على وضعه الاقتصادي والمادي، حالته النفسية. التنمر اللي بالسنوات الأخيرة صار ينتشر بشكل هون الفرق بين التنمر الإلكتروني وغيره. ممكن الإلكتروني يكون يعني ما بتعرف مصدر التنمر من وين جاي، أو أسماء صحيح. مستعارة، أو عم تتعامل مع أشباح يعني وراء الشبكة. مهم. فهون ممكن يسبب قلق أكثر، يعني لما بتجيك رسائل تهديد مهم. أنت ما بتعرف مصدرها، فهون القلق أكبر من لما والله شخص عم تعرفه ممكن تروح تشتكي عليه، ممكن أنت تواجهه، ممكن. فالتنمر الإلكتروني آه، يعني طبعا التنمر الإلكتروني يقتصر بشكل عام على البالغين، بينما أنواع التنمر الأخرى الأطفال. فالتنمر الإلكتروني ممكن يكون يتسبب بمشاكل تؤدي إلى الطلاق، مشاكل كبيرة، حتى سبب القتل، سبب بعض الناس بيتركوا العالم الافتراضي من وراء التنمر. طيب كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظاهرة بالذات التنمر الإلكتروني؟ هلا التنمر الإلكتروني بصراحة يعني بكل بساطة إذا حدا بده يريح راسه، طبعا مهم. هذا صعب ما نقدره، مهم. أنه ما نقبل أشخاص غرباء بصفحتنا، أسماء مستعارة، مهم. يعني ما نرد على حدا، ونحن بنفس الوقت يعني نحاول نبعد عن المشاكل. في أشخاص نعرفهم يعني كل شهرين ثلاثة بيعملوا حساب جديد. مهم. أشخاص يعني بيروحوا يعني مشكلة العالم الافتراضي هي مجتمع موجود بسلبياته وإيجابياته، بيوجد السعران وبيوجد المثقف وبيوجد. نعم. فأنت كشخص عم تتعامل مع هذا العالم الافتراضي لازم تكون حذر. يعني أنت يعني بالحياة الطبيعية أنت ما بتتعامل مع الزعران ومع السرسرية، بس بالعالم الافتراضي كمان نحاول لا تتعامل معهم. بس مشكلتنا يعني أحيانا بنخلي صفحاتنا مفتوحة، نعم. أو نحن بنفوت بصفحات غريبة مهم. وبندعس على هالألغام. يعني فإذا حدا بده يريح راسه بده يبتعد عن هالمشاكل. المشكلة يعني الأغلب الناشطين أو المثقفين بتكون صفحاتهم عامة، مهم. فممكن هدول يكونوا أكثر الأشخاص اللي بيتعرضوا لهي التنمر، الشخصيات العامة يعني. نعم. فممكن لو في قوانين ضمن بعض الدول يعني بتحمي الأشخاص، وفي محاكمات على موضوع التنمر وهي الأمور، مهم. بينما ممكن مناطقنا هالشي لسه يعني صعب حاليا. مهم. أستاذ محمد، يمكن أن يكون التنمر مباشرا أو غير مباشر، أكيد. حبذا لو تحدثنا عن كليهما. هلا التنمر لما بيكون باشع يعني ممكن يكون يعني مخصوص هي التنمر المادي الملموس الجسدي، مهم. اللي بيتمثل ب ب ب بالأذى الجسدي، الضرب، الصفع، الخرمشة، الدفع. بالنسبة مهم. للسيدات شد الشعر، يعني كل هالأمور اللي فيها أذى جسدي مباشر فهي تنمر مباشر. الغير مباشر المعنوي اللي ممكن يكون ينطوي على تهديدات، شائعات، نبذ على أساس اللون أو الشكل، التمييز يعني مهم. على أساس الدين. فهي تعتبر الغير مباشر. إذن ما هي أسباب التنمر؟ هلا أسباب التنمر ما في سبب محدد واضح. مهم. ممكن موضوع الأسباب يعني نحكيها بمحاضرات، يعني لأنه في كتير أمور ممكن تلعب دور بموضوع نشوء التنمر عند الأفراد. لأنه التنمر ما بيجي مع الشخص مهم. كظاهرة، يعني الشخص هو ابن بيئة اجتماعية، ثقافية، نعم. اقتصادية، أسرة، مدرسة. فكل هالأمور بتلعب دور لتشكل شخصية الفرد، اللي ممكن يكون هو التنمر هو جزء من شخصيته وأسلوب حياة عنده. مهم. في أشخاص هن بطبيعتهم هن بيحبوا الاستهزاء بالآخرين، بكسرهم، بإهانتهم، سواء مباشر أو بشكل غير مباشر. ف هل تفضل. تفضل. ف... ف... فهون ممكن الشخص يكتسب التنمر بصير جزء من شخصيته مثل ما حكيت. مهم. وكمان في كتير أسباب ممكن تكون لها علاقة بقلة عفوا بضعف مهارات الاجتماعية عند الشخص. مهم. لما بيكون شخص عنده مهارات اجتماعية ضعيفة فبيلجأ إلى مهارات التنمر، اللي ممكن من خلالها يترك أثر وقيمة لحاله. هو بيعتبر أثر وقيمة طبعا، بس هون بيكون سلبية. أحيانا الفرد المتنمر هو تعرض للتنمر بفترة ما
سواء كان جسدية أو معنوية، فبيتحول إلى شخص متنمر. هل لشخصية المتنمر خصائص معينة أو صفات غالبة عليه؟ هلا مثل ما حكيت، يعني أحيانا لما بيكون التنمر هو نمط حياة أو جزء من شخصية الشخص، فبيظهر عليه أكيد يعني من خلال الاختلاط. يعني هلا ممكن يعني نحلل شخصيات الأفراد من خلال صفحة الفيسبوك تبعهم والتعليقات والبوستات تبعهم يعني. فكمان يعني بشكل عام الأشخاص المتنمرين البالغين بيكون عندهم شخصيات قاسية استبدادية. نعم. يحبوا السيطرة على الآخرين، الهيمنة. بيشوفوا هن الصح وغيرهم خطأ. بيكون عندهم ممكن نوع من الحسد أو الغيرة أو الحقد على الآخرين. نعم. ممكن يكون عند البعض منهم نقص تقدير لذاتهم أو قيمتهم لذاتهم بيكون منخفض، فبالتالي بيحاولوا بيعوضوا هاي الشيء من خلال التنمر على الآخرين. غالبا يكون الأشخاص المتنمرين أشخاص نرجسيين متكبرين. كمان ممكن يكون الاكتئاب وبعض اضطرابات الشخصية وسرعة الانفعال والإدمان، وهي الأمور يعني بعض الأعراض الاضطرابات النفسية بتكون عامل أو خصائص واضحة على الشخص المتنمر. أستاذ محمد، لو تحدثنا عن آثار التنمر على الشخص الذي يتعرض له. هلا ما في عرض محدد واضح للتنمر على الشخص، لأنه العرض ممكن يكون حسب نوع وشكل ودرجة التنمر. نعم. ومدى استمراريته. هل إذا كان مثلا التنمر لمرة واحدة، مو لما بيكون طفل بالمدرسة ويوميا في تنمر. نعم. مثل لما موظف يكون بدائرة يوميا في تنمر. وهي التنمر بشكل خطر على حياة الشخص ولا لا؟ هلا التنمر من خلال التهديد بيختلف التنمر من خلال هيك التعليقات اليومية، السخرية، الاستهزاء. نعم. أو الألقاب اللي يعني الأديان كلها يعني بتدعو إلى عدم التنابز بالألقاب. نعم. وفي آيات قرآنية يعني بتركز أو بتشدد على موضوع احترام الشخص وعدم إهانته. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، ولكل همزة لمزة. هي كلها آيات قرآنية مثلا. نعم. بالنسبة عفوا فهي كلها مواضيع شغلات تلعب دور على أي يعني بموضوع الأعراض. ممكن تكون أعراض قوية أو خفيفة. فبشكل عام التنمر بيؤدي إلى مشاكل نفسية وعاطفية عند الطفل بشكل أكبر. ممكن يكون يعني يغير شخصيته. نعم. من طفل إلى طفل غير واثق من نفسه، إلى طفل فينا نقول انعزالي، طفل صورة الذات عنده سلبية. يمكن الشخص المتنمر يتحول إلى شخص عدواني نتيجة التنمر اللي بتعرض له، يحاكي التنمر بطريقة أخرى، يعني يصير مقلد. ممكن الشخص اللي بيتعرض للتنمر بشكل كبير، خاصة إذا أشخاص عندهم إعاقات جسدية وذوي احتياجات خاصة، يتحولوا إلى أشخاص انعزاليين انسحابيين، بيتركوا بيئة العمل أو البيئة الاجتماعية اللي بيهن موجودة فيها مثل المدرسة، ما بدهم يشاركوا بالمناسبات، بالرحلات مع الأصدقاء والأهالي حتى. يعني بيصير إنسان صامت منعزل. ممكن أحيانا عم نسمع عن قصص التنمر اللي بتؤدي إلى الانتحار عند البعض. نعم. لما بيكون التنمر شديد ومستمر يعني. التنمر عند البعض بيؤدي إلى القلق، وبالتالي بيأثر على النوم، بيتأثر على موضوع الصحة الجسدية. موضوع لما بنقول الصحة الجسدية فهون بنقصد موضوع النوم، موضوع الأكل، موضوع فينا نقول أحيانا صداع، آلام معدة، حالات من الخوف والذعر. ولما بينطوي هذا التنمر على التهديدات خاصة. نعم. نكمل. طبعا في معنا وقت إذا بتحب تكمل. بس بداية تحدثنا أستاذ محمد عن أنواع التنمر، وجاء من خلال التعداد هناك تنمر مدرسي وأسروي وأثناء العمل وإلكتروني سياسي إعلامي. لنتحدث أكثر عن التنمر المدرسي. يتعرض الأطفال في المدارس للتنمر المدرسي، ما هي العلامات التي تظهر على الطفل والتي يجب أن ينتبه لها الوالدين؟
هلا بالنسبة للعلامات ما بعرف إذا نقدر نحكي شوي عن التنمر المدرسي قبل ما ننتقل على طبعا العلامات خلينا ولا؟ نتوسع أكثر لأنه هذا أكثر تنمر عم نشوفه طبعا بمجتمعنا. كلياتنا يعني كنا مهم. بالمدارس وكنا عم نشوف نعم يعني ممكن كنا متنمرين، ممكن كنا ضحايا التنمر. نعم حتى لو كنا متنمرين ممكن كنا متنمرين لطيفين أو خفيفين يعني. بس طبعا أنا عن نفسي ما بتذكر أنه كنت متنمر بصراحة. مهم. بس بشكل عام التنمر موجود بالمدارس، منتشر بين الطلاب نفسهم، بين المعلمين والطلاب طبعا. نعم حتى أحيانا بين يعني الطالب هو يتنمر على أستاذه، وممكن بشكل غير يعني مو مقابله بشكل مباشر ولكن من قفاه ومن وراه. نعم فالتنمر هو التنمر بالمدارس منتشر بشدة بكل أنحاء العالم. ممكن يكون هذا التنمر مباشر أو غير مباشر، ممكن يكون جسدي من خلال تعرض الطفل للضرب من المعلمين أو من زملائه، أو من خلال التهديدات، أو تعرضوا لإهانة. خاصة الأطفال اللي جاي من بيئات غريبة، مثلا شخص جاي من الريف على المدينة ممكن يتعرض للتنمر لأنه نعم لباسه مختلف، ممكن شخص بشرته مختلفة أو لغة مختلفة. حتى ضمن نفس الحي يعني شخص عنده نوع من البلادة، طفل أحيانا في أطفال عندهم نوع من التخلف العقلي البسيط، نعم عندهم إعاقات بسيطة، مهم. ممكن تشوهات جسدية أو بالوجه، يعني حتى على مستوى شفة الأرنب. يعني هاي الشغلات البسيطة يعني ضمن بيئة الأطفال بشكل عام يعني بيكون مجال كبير لتعرض هذا الطفل للتنمر. فهون موضوع الوعي الأهل والمعلمين مهم. بيلعب الدور الأساسي، وتقويتهم تقوية ثقة الطفل بنفسه لما بيتعرض لهيك موقف شلون بده يتعامل. مهم. فهي موضوع فيها صعوبة كتير يعني، والأهل يعني بيتعذبوا كتير لأنه بيشوفوا أولادهم عم يتعذبوا. بس إذا بنرجع مهم. للأرقام عالميا، يعني فوق 50% من الأطفال يتعرضوا للتنمر بالمدارس. مهم. نسب عالي، يعني نصف الأطفال يتعرضوا للتنمر بشكل أو بآخر. نعم خاصة إذا بدنا نأخذ موضوع الضرب بعين الاعتبار. هلا ممكن موضوع الضرب من قبل المعلمين للأطفال ببعض الدول انخفض بشكل كتير كبير، بس حتى قبل 10-15 سنة هي كانت يوصل ل 90-95%. يعني إذا بناخذ أجيال ال80 وما قبل ال80، يعني ما في طفل ما تعرض لضرب بالمدرسة. نعم يعني أحيانا خاصة أيامنا أيام التربية العسكرية كانت العقوبات جماعية، مو بس الضرب والصفع والركل، يعني الدحرجة بالباحة وتحت المطر وبالوحل. فهي كانت موجودة يعني. ف100% من الأطفال كانوا يتعرضوا لهذا التنمر. مهم. حاليا ممكن منخفضة النسبة بشكل كبير، بس كمان بيضل موجود بنسب لا تقل عن 50%. يعني مو بس عنا، مهم. بكل دول العالم يعني، أو أغلب الدول، ما بدنا نقول الكل. مهم. فإذا بنرجع على موضوع أعراض التنمر على الطفل، الأهل لازم يكونوا أذكياء وحذرين لأبسط تغير بسلوك الطفل لما بيرجع على البيت. إذا هون أستاذ محمد، ما دور الوالدين في منع التنمر المدرسي وعلاج الطفل من آثاره؟ هلا ما بيقدروا يمنعوا كمنع، مهم. بس يمكن يقووا ثقة الطفل بنفسه. نعم كيف يتعامل مع الموقف، ممكن يراجعوا المدرسة، يشوفوا المعلمين. يعني إذا في مرشدين نفسيين بالمدارس ممكن نعم يتدخلوا، يشرحوا للأطفال كيف ممكن يتم التعامل مع زميلهم. أساتذة التربية الدينية ممكن يشرحوا هاي الموضوع من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الدينية. فإذا كان في برنامج أو فريق عمل بيشتغل على هذا الموضوع، ممكن يخفف من آثاره بشكل كتير كبير، مهم. أو مو آثاره، نسبة وجوده ضمن المدارس. نعم فهون الطفل ممكن يكون يعاني من فقدان وزن أو شهية، ممكن يرفض الروحة على المدرسة بدون ما يكون في سبب واضح. مهم. فهي العلامات ممكن شغلات معنوية. الشغلات المادية ممكن تكون أنه مبين في آثار جرح على جسمه، في وضع غير طبيعي من ناحية الحركة عنده، مهم. عم ياخذ معه أدوات حادة، سلوكيات يعني، أو شغلات ممكن عم يخبيها. مهم. هو يعني الطفل عم يفكر إذا صار علي أي تهديد أو اعتداء ممكن أنا أدافع عن نفسي. نعم ممكن يكون عنده قلق، خوف، صعوبة الولوج في النوم، يعني ما بيقدر ينام، يعني بالليل بيقلب حاله ساعة ونص. فهون الأهل لازم يلاحظوا هذا الشيء. فإذا معناته هذا الطفل قلق، عنده شيء، مهم. الصبح بيفيق يعني ما بده يروح على المدرسة، ليش ما بيحكي؟
حتى ممكن بعض الأطفال يصير عندهم نوع من الإسهالات أو مهم. مشاكل اضطرابات هضمية نتيجة القلق والخوف اللي موجود عندهم. تعمد التأخر على المدرسة أو على الباص اللي عم ياخده على المدرسة، إهمال الواجبات، إهمال يعني اهتمام بشكله بمظهره الخارجي، مهم. ابتعاد عن الأطفال أصدقائه، التجمعات اللي بتصير، الدروس اللي فيها أنشطة معينة. نعم. لأنه لما في أنشطة معينة ممكن تكون فوق طاقة الطفل الجسدية أو العقلية، مهم. فبيتعرض للتنمر. فبيشوف هذا الطفل ما بيحب هالحصة، ما بده حصة الرياضة. ليش؟ لأنه جسمه ضعيف. ما أها. بيحب حصة العربي لأنه عم يتلعثم وعنده تأتأة. مهم. فهون ممكن يعني بيظهر للأهل، لما الأهل يكونوا متابعين ودقيقين وحساسين لهالتغييرات اللي موجودة عند الطفل. أما إذا الأهل يعني ما بيعرفوا طفلهم بأي صف، فأكيد ما راح يتابعوا هاي المواضيع وما راح يقدروا يتدخلوا وما راح يتدخلوا. نعم. أستاذ محمد، من خلال تجربتكم العملية هل عالجتم في المركز هكذا حالات، وهل لديكم إحصائيات معينة لحالات التنمر؟ هلا كإحصائيات بصراحة ما عنا إحصائيات خاصة بالتنمر. مهم. لا عنا ولا أتوقع لأي جهة موجودة بالمنطقة. مهم. هل عالجتم كهذا؟ بس إذا بدنا ناخذ النسب العالمية أكيد مهم. نحن يعني رح يكون قريبة جدا على هاي النسب يعني مهم. الموجودة. أنا يعني كنت أخصائي نفسي بمدارس ضمن القامشلي. مهم. فبصراحة يعني دور المرشد إذا بده يشتغل دور كتير كبير وبيقدر يلعب دور، يعني سواء من ناحية أنه الجلسات الفردية مع هالأطفال اللي بيتعرضوا للتنمر أو مهم. الأطفال اللي بيقوموا بالتنمر، نعم. أو ممكن أحيانا الجمع بين الشخصين الضحية والجلاد تبعه. مهم. ممكن اجتماع مع معلمين بيشرح لهم أحيانا المعلمين ما بيعرفوا أنه في طفل بيتعرض للتنمر. نعم. فممكن يجتمع مع بعض المعلمين، ممكن يتم استدعاء أولياء أمور، مهم. ممكن يجتمع مع يعني مع مشرفي الساحة وأساتذة التربية الدينية، مهم. أنه يحطوا برنامج أو خطة عمل لحتى يساعدوا بتقليل هي الظاهرة. مهم. بالنسبة للمراكز اللي بتستقبل الاستشارات النفسية، نعم. فما بتجي استشارات خاصة أنه والله هذا جاي مشان التنمر. ممكن يجي شخص لعنا أو لغير مكان لأنه عنده قلق، عنده مشكلة باضطرابات في النوم، عنده إهمال، طفل عنده إهمال المدرسة أو قلق أو خوف للمدرسة. مهم. فهون الأخصائي النفسي إذا هو شخص يعني عنده خبرة، فمن خلال الجلسات راح يستنتج سبب القلق، سبب عدم الرغبة للذهاب للمدرسة، مهم. سبب إهمال واجبات المدرسية وتراجع مستواه، سبب الأرق الموجود عند الشخص البالغ. نعم. فهي بتظهر من خلال الجلسات. أما الشخص يجي لأنه والله عم يتعرض للتنمر، فغالبا ما بيجي شخص لأنه هو يتعرض للتنمر، بيجي لأنه في أعراض بتظهر عنده، بيجي مشان هاي الأعراض اللي هي ناتجة عن التنمر. مهم. أستاذ محمد، كلمة أخيرة لكم. كلمة أخيرة، أول شيء مرة ثانية بتشكركم على الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم جدا. للأسف الشديد يعني نحن هلا بنتابع كلياتنا وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى الفيسبوك. نعم. باعتبار اللي عم يسمعونا هلا هن البالغين وليس الأطفال، فما بنقدر نوجه شيء هلا بالنسبة للبالغين كأهالي ممكن نقول لهم أنه والله يعني تابعوا تفاصيل أطفالكم، السلوكيات المتغيرة المفاجئة عندهم، فبيكون في شيء وراه، ما في شيء بدون سبب. بالنسبة للأشخاص اللي عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بصراحة عم لاحظ كثير أشخاص يعني بينتقدوا التنمر، وبنفس الوقت تشوف صفحاتهم تعليقاتهم هن كمان بيتنمروا على أشخاص آخرين. نعم. فلما نحن بدنا نجي ننتقد ظاهرة، فما بيجي أنا يعني شو بدي أقول، يعني أنا بنفس الوقت أنا عم بنتقد ظاهرة وأجي عم طبقها. تكون هي موجودة فيني أنا بالأساس. هون عم نافق أو نعم. عم ناقض. لما بيكون الشخص اللي أنا بتنمر عليه ما بحبه، فأنا بتنمر عليه. أما شخص أنا بزعل عليه، فأنا بدي أجي أنتقد الظاهرة، لأنه الشخص أو الفكرة يعني ما بتتوافق مع معتقداتي وقناعاتي، بغض النظر شوية نوع هاي المعتقدات. نعم. فخلينا شوي نتخلص من هاي التناقض وهي
النفاق الاجتماعي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ويعني المبدأ هو المبدأ، بغض النظر أنا بدي أتنمر على مين يعني، وبالأخير يعني الأشخاص اللي عم تنمر، يعني أنا بدي أحصر الموضوع على نحن عم نتنمر على أشخاص هن أبناء بيئتنا، أبناء المجتمع. ف يعني نحن كمان معرضين أنه حدا يتنمر علينا يعني. فخلينا يعني نكون مسامحين لما يعني ندعو لشيء، يعني نكون قد الكلمة، يعني ما نكون لما بتعجبنا الشغلة نكون على صف على هذا الطرف، ولما ما بتعجبنا نروح على الطرف الآخر. فهي بصراحة هي رسالة حابب أوصلها يعني. الأستاذ محمد علي عثمان، أخصائي نفسي ومدير مركز سمارت للصحة النفسية، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. العفو، يعطيكم العافية. مكملين معكم بفقرات عصر الصباح، ولكن بعد الفاصل.